الكبير اللي جاي ده هو ده اللي بتاعنا. هو اللي جاي ده. تبع قطع اسود. بس انا ممكن صباح الخير. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رايحين فين النهارده؟ رايحين اسكندريه. قلنا نخطف يوم قبل الدراسه، البنات كده يغيروا جو، تدخل علينا كده المدرسه واحنا كده مستعدين للمذاكره وللدراسه وكلنا كده طاقه ايجابيه ونشاط. فقلنا نقضي اليوم في اسكندريه. رحنا صد رد في يوم واحد، بس فعلا كانت جميله. احنا اول حاجة كنا يوم في نص الاسبوع، كنا يوم 3، فده كان من اسباب ان المحطة كانت فعلا رايقة والقطر كان يعتبر فاضي، وكان المكان نظيف ورايق وكل حاجة كانت سهلة، وحتى الحجز ما كانش صعب، لان لما بتختاري يوم في نص الاسبوع او يوم بعيد عن المواسم بتكون حركة السفر رايقة شوية عن الأيام اللي في المواسم أو أيام الأجازات الرسمية زي مثلا الجمعة أو السبت. فاحنا كان قطرنا الساعة 9 الصبح، كنا في المحطة من 8:30. القطر وصل 9 إلا ربع، ركبنا القطر بتاعنا وأخدنا أماكننا، وربع ساعة بالظبط والقطر بدأ إنه اتحرك 9. كان دايركت من القاهرة لإسكندرية، أخد 2:03. فاحنا كنا في اسكندرية 11:03. على ما خرجنا من المحطة، احنا نزلنا في محطة سيدي جابر، وعلى ما خرجنا من المحطة ووصلنا الشط كانت 12 إلا ربع. طبعا احنا كان معنا فطارنا. انا بحب لما اكون على سفر الصبح بحب يبقى معايا فطار، بحب يبقى معايا شوية بيبسي للولاد، بحب يبقى معايا شوية عصاير لو في وقت اجهز من قبلها. وفطرنا وبيبقى جميل جدا، يعني الحقيقة لما الواحد كده بيبقى في القطر والجو جميل والظروف الحمد لله مريحة ومناسبة، بتبقى رحلة حلوة جدا جدا، وأنا بصراحة بفضلها كتير عن السفر بالعربية. وبعدين يا جماعة اسكندرية لا تقارن بأي مكان تاني الحقيقة، يعني الواحد لف وراح أماكن كتير، بس برضو اسكندرية هي عروسة مميزة. القطر ما وقفش في ولا محافظة، ما وقفناش في طنطا ولا في بنها، كان دايركت. واليوم ده فعلا يعني كانت الظروف كلها مهيئة وسامحة لانك تقومي برحلة. كانت الاجواء جميلة وكانت الشمس كده حنينة، ما كانتش حامية، الهواء كان لطيف جدا، لا كان بارد ولا كان حر. كل حاجة كانت جميلة الحمد لله، واليوم كان جميل جدا فعلا. يا جماعة والله جربوا تخطفوا كده لحظات من الحياة قصيرة قوي، ويعني على قد ما تقدروا اخطفوا كده منها ايام او لحظات مع اللي بتحبوهم، وقضوا وقت حلو، لان فعلا اليوم الحلو ما بيتعوضش. احنا هنا كنا في محافظة بنها، وكان القطر سريع جدا. طبعا احنا فطرنا والبنات ناموا، عارف بقى اللي هم بيخزنوا طاقة يعني عشان لما يروحوا بقى هناك ما يروحوش يعني. بس قوليلي بقى انتوا بتحبوا تسافروا فين؟ يعني ايه اكتر الاماكن المميزة اللي بتحبوا تسافروا فيها؟ انا رحت اماكن كتير ورحت مصايف كتير، بس برضو الف وتعدي السنين وارجع اقول انا عايزة اروح اسكندرية. فيها شوارع كتير حلوة، فيها اسواق كتير حلوة، البحر هناك وصوته وريحة المية كده والاماكن اللي كان الواحد بيروحها وهو صغير ويتفسح فيها ويشتري منها، كل دي حاجات يعني هو فعلا المكان بذكرياته. المكان ابدا يعني هو فين ولا بكام ولا بعيد ولا قريب، لا هو المكان بذكرياته والمكان بالناس اللي فيه. احنا بقى هنا كنا خلاص وصلنا اسكندرية ونزلنا في محطة سيدي جابر، وهو شارع دغري طوالي من المحطة
لشط 26 يوليو، لشط مصطفى كامل، واحنا كنا قضينا اليوم فعلا في مصطفى كامل. الشط ده حلو جدا وانا بحبه، نضيف كده ورايق، والناس هناك محترمة جدا والتعامل سلس، ومش مش بعيد يعني، هو شارع يتمشي. احنا فعلا مشيناه على البلونة، وكان الحمد لله خفيف. واهلا وسهلا وصلنا البحر، يا فرحتي يا فرحتي. انا اول ما شفت البحر كنت بتنطط من الفرحة. الحمد لله وصلنا بالسلامة، والبنات كانوا طايرين من الفرحة. يعني البحر ده والله بيفرح بيه الكبير قبل الصغير. بس هنا بقى وجب الصمت في حرم الجمال، يعني استمتعوا يا جماعة بمنظر البحر وبالهواء وبالجو وبصوت المية. الحمد لله يا رب، ديمها نعمة يا رب، الحمد لله. البحر كان نظيف جدا على فكرة، والشط نظيف، والناس هناك على فكرة والله باذلة مجهود عالي يعني، وكل حاجة جميلة ومحافظين عليها. والمكان فعلا يستاهل ان الواحد يروح المشوار ويقضي فيه اليوم، وهترجعي من هناك نفسيتك مرتاحة ومجددة كده مودك، وعندك كده طاقة ونشاط ان انت تكملي وتواصلي يعني. قضينا اليوم، وعلى الساعة 6:30 كده خلاص قررنا ان احنا نخرج ونلبس البنات، لان احنا قطرنا كان الساعة 8. فعلا اتوجهنا للبرفانات اللي بيبقوا عاملينها جوه الشط دي، علشان الناس تلبس وتجهز حاجتها. وهو برضو نفس الشارع رجعناه وخدنا قطرنا ورجعنا. بس قبل ما نرجع كان عدينا على فتح الله واخدنا منها شوية مية وباتيه معانا وحاجات، وجبنا سمك. طبعا ما ينفعش اسكندرية وبحر سمك على طول. جميل، كان جميل الحقيقة، كل حاجة كانت جميلة الحمد لله. بس وركبنا قطرنا ورجعنا محطة مصر، وكان اليوم خفيف وجميل. جربوا جربوا يا جماعة، حتى لو يعني بس للعلم بالشيء يعني. جربوا، حلوة، مش متعبة، وطول ما الواحد فيه يعني صحة وشباب، افرحوا وفرحوا ولادكم وفرحوا حبايبكم، واعملوا ذكريات حلوة. اعملوا لولادكم ذكريات حلوة، هيكبروا مش هينسوها، هيفضلوا فاكرين، وهيحنوا لنفس الاماكن اللي كنتوا بتودوهم ليها. انا بقى بحب قوي محطة مصر وبحب اتفرج عليها. القوا نظرة كده عليها يعني، واللي ما شافهاش برضو يتفرج عليها، جميلة جدا، والشغل فيها حلو قوي، والتأمين فيها حلو قوي. ولو عجبكم الفيديو النهاردة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير ورحلات تانية كتير. سلام.